السلام عليكم. عايز اقول نصيحه لكل واحد بيسافر، يا ريت لو انت مش محدد هدف لنفسك من الغربه، فيا ريت من الساعه اللي انت بتسمعني فيها فحدد هدف لنفسك. انا بشوف من وجهه نظري ان كلنا كمتغربين بره بلدنا، اي واحد فينا معرض في لحظه ممكن وانت معدي اشاره مرور تتصفر، ممكن في اللحظه اللي انت بتعدي طريق لطريق من وجهه نظر قانون البلد اللي انت مسافر فيها او الداخليه بتاع البلد اللي انت مسافر فيها، دي حاجه كانت غلط فتتصفر فيها. فلو انت مش محدد هدف لنفسك فانت حاطط نفسك في مشكله كبيره. الارزاق بيد الله والاعمار برضو بيد ربنا، فربنا سبحانه وتعالى اذا كان رزقك بشغلانه بره بلدك في شغلانه كويسه فاكون محدد هدف لنفسي، والهدف ده انا احدده لنفسي مش حد تاني يحدده لي. بمعنى ان انا مسافر عشان خاطر اجيب شويه فلوس افتح بيهم مشروع، انا مسافر عشان اجيب جوازتي، انا مسافر عشان اعمل حاجه لنفسي، حاجه معينه انا محددها لنفسي. فعشان خاطر ان انا افضل اسافر 10 سنين و15 سنه ومش محدد هدف لنفسي، في اللحظه دي انا ممكن في اللحظه اكون الاقي نفسي في بلدي ومش عامل حاجه لنفسي. وانا بشوف من وجهه نظري لو انت عديت سن ال 30 سنه وبتشتغل لسه عند الناس فدي في حد ذاته فشل. مش معنى فشل ان هو فشل مش لاقي ياكل، لا، فشل في ان هو يدير حياته في الغربه ويدير ايامه في الغربه ماشيه ازاي. سنين بتعدي عليك وايام بتعدي عليك وانت متغرب عن اهلك ومتغرب عن بيتك ومتغرب عن اولادك وانت مش عامل هدف لنفسك، فهتفضل في النقطه دي. انا بشوف ان في ناس كتيره ادي 20 سنه بتسافر ومش عارف يوقف غربه ازاي، رغم ان هو ممكن يكون بيجيب فلوس كويسه بس هو مش عارف يدير الفلوس اللي هو بيجيبها دي ازاي. حتى لو انت بقى معاك مليون جنيه ولسه بتشتغل عند الناس في حد ذاته فشل. لو انت بتشتغل في شغلانه ادي 15 سنه وتلاقي حد دخل عليك في الشغلانه جديد بقى مدير سنه اصغر منك، فده في حد ذاته فشل. فيا ريت تخلي هدفك في الغربه واضح وانت طالع عشان تعمله. بعد ما احقق الهدف ده اشوف نفسي بقى انا هعمل ايه. تخيل نفسك كده وانت بتسمع الفيديو ده كده حصل دروب ما او حصلت مشكله ما لا قدر الله وتلاقي نفسك اتسفرت بقيت في بلدك. في الوقت ده بعد 10 سنين غربه هتعمل ايه؟ بعد 10 سنين غربه هل هتبدا تشتغل تاني عامل عند حد؟ هل هتتقبل ان انت بعد 10 سنين غربه او 15 سنه غربه ان انت تلاقي نفسك طالع عامل باليوميه؟ في حد ذاتها هتكون مشكله كبيره بالنسبه لك لو انت مش محدد هدف لنفسك. الارزاق بيد ربنا والاعمار بيد ربنا، بس لازم يكون عندك هدف. السلام عليكم، اشوفكم على خير.